النهارده وزي ما وعدتكم هعمل لكم طريقه تحضير شامبو طبيعي في البيت من غير اي مواد كيميائيه. الحاجات اللي هنستعملها اليوم هتكون كلها حاجات طبيعيه. وهنبتدي كده. اول شيء هنحتاجه انه ناخد كوبايتين ميه ونعملهم في الاناء ده ونحطهم على نار. هنضيف ليهم القرنفل، هنضيف اعواد قرفة، وهنضيف كده اكليل الجبل او الروزماري. بعد كده هنحط عشبة القراص، كمية كده. عشبة القراص دي ليها فوائد كتير. النهاردة هنتكلم فقط عن فوائدها الجمالية في منع تساقط الشعر وتكثيفه. هنخلي الحاجات دي كلها على نار هادية لغاية ما تغلي المية. وبعد ما ميتنا غليت كده هنجيب الخليط ده ونصفيه كده لجزئين. الجزء الاول هستعمله مع المكونات الاخرى للشامبو، والجزء الثاني هنعمل بيه كده سبراي نستعمله كل يوم بعد ما نطلع من الشاور علشان نبلل بيه شعرنا وننشفه كده، اما بطريقة طبيعية او بمنشف كهربائي. بعد كده هناخد ازازة تكون فارغة وهنحط فيها الالوفيرا، ربع كوباية الوفيرا، ملعقتين عسل نحل طبيعي. لو عندكم مانوكا هاني بيبقى افضل، لو ما عندكوش استعملوا اي عسل طبيعي. هنحط كده الملح الوردي، كوبايتين او ملعقتين ملح وردي. وهناخد زيت شجر الشاي و تي تري اويل. هنقطع كده 10 نقط او اكتر على حسب كمية الشامبو اللي انتوا هتعملوه. وناخد فيتامين اي ونفس الشيء ملعقة كده هتكفي. بعدين هناخد الأعشاب اللي احنا غليناها وهنضيفها لغاية ما نعبي نصف القارورة كده. النصف التاني، وانا عملت مسير، النصف التاني هنعبيه بشامبو الأطفال ده. علشان لما نعمل شامبو على شعرنا تكون فيه كده رغوة وصابون، ومش زي الشامبو اللي بيتعمل ببيكنج صودا اللي اصلا ما يعملش اي رغوة، فبتحسي كده ان شعرك مش نظيف.
ونستنى على الشامبو ده لغاية ما ينزل. هنضيف شوية كده وده هيكون ازاي بنعمل الشامبو الطبيعي. زي ما انتم شايفين كده مكونات كلها جدا طبيعية، في عسل نحل، في فيتامين اي، في زيت شجرة الشاي، في اعشاب طبيعية، وفي كذلك عشبة القراص اللي ليها فوائد لا تعد ولا تحصى. الناس اللي عندهم انيميا كده يستعملوها، يغلوها في مية زي الشاي ويشربوها كده، بتساعدهم على كمية الحديد. الناس اللي عندهم تبول لا إرادي يعملوا نفس الشيء. هي مسكن للآلام، ودي متواجدة في كل البلدان العربية. يعني لو تعملوا سيرش على نيتل ليف أو نبات القراص، هي متواجدة في كل الدول العربية. احنا عندنا في المغرب بنقولوا لها حريقة. لما كنا أطفال كده كنا نلعب بيها علشان كانت هي عشبة وايلد بلانت، كانت عشبة بتنمو في كل المناطق المغرب. وحنضيف كده شوية من خليط الأعشاب، وكده هنكون حصلنا على شامبو طبيعي. هنحركه كده علشان كل العناصر تمتزج ونحصل على خليط متجانس. الإزازة دي بتعطيني 3 استعمالات كده. علشان أنا شعري أويلي، وللمناسبة كده ده شامبو طبيعي للشعر الأويلي، للشعر الدهني. لو حابين أنزل لكم طريقة عمل شامبو طبيعي للشعر الجاف، ما عليكم إنكم تكتبوا لي كده في على الإيميل أو على الكومنت، وأنا هبقى أكتر من سعيدة إني أنزل لكم فيديو عن طريقة عمل شامبو طبيعي للشعر الجاف. وكذلك عندي بلسم طبيعي، فلو حابين أنزل لكم فيديو كده let me know and I'll be more than happy.